السلام عليكم، أهلا بيك في الحلقة رقم 1 في الكورس الرائع لحفظ الكلمات والجمل. لو دي أول حلقة ليك يبقى لازم تشوف أول حلقة في الكورس، الحلقة اللي فاتت، علشان تعرف إزاي هنمشي في الكورس والخطة كاملة. الفيديو الخاص بأول حلقة هيظهر في علامة الآي اللي فوق دي. النهاردة إن شاء الله هتكون أكتر حلقة ممتعة في الكورس، هنتعرف فيها على مجموعة من الأفعال الخفيفة ونشوف إزاي بتتحط في الجمل اللي هندرسها إن شاء الله في كورس القواعد. ويلا بينا نبدأ. eat يأكل. This crazy man eats a scorpion. This crazy man eats a scorpion. drink يشرب. Cute girl drinks juice. Cute girl drinks juice. sleep ينام. This boy loves to sleep very much. This boy loves to sleep very much. play يلعب. Oh my god, this boy is playing with a snake. Oh my god, this boy is playing with a snake. cooking يطبخ. Oh my god, this man is cooking crocodile. Oh my god, this man is cooking crocodile. kill يقتل. Did you know that water doesn't kill ants? Did you know that water doesn't kill ants? Did you know that water doesn't kill ants? swim يسبح. Elephants swim well. Elephants swim well. Elephants swim well. riding يركب. Look at this man, he's riding on an elephant. Look at this man, he's riding on an elephant. run يجري. Why is this man running after the train? Why is this man running after the train? wish يغسل. Some men wash dishes at home. Some men wash dishes at home. ودي كانت مجموعة من الأفعال، درس خفيف من خلاله بننشط الذاكرة. ما تقلقش، في الكورس ده هنحفظ كلمات كتير مهمة في مختلف المجالات، لكن لازم في البداية ننشط الدماغ. اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. قبل ما نبدأ مراجعة بننوه على إن الفترة اللي جاية في كورس جميل جدا من خلاله هنبدأ تعلم الجمل وإضافة الأفعال والأفعال المساعدة بطريقة ممتازة جدا من خلال موقع دولينجو. والمراجعة هتكون من خلال الجملة اللي قدامك ناقصة كلمة والصورة تعبر عن الكلمة، اختارها ما بين الثلاث كلمات اللي موجودة قدامك. هديلك فرصة تفكر فيها 10 ثواني تختار ما بينهم. ممكن توقف الفيديو تقرأ الجملة براحتك وتترجمها، بس ما تزودش عن 15 ثانية، ده أفضل ليك علشان تحفظ كويس. وبكده يكون درس النهاردة خلص. في قدامك 3 كلمات غير مترجمين، دول أفعال. المطلوب من حضرتك تترجمهم وتحطهم في جمل وتكتب الجمل ال3 في تعليق. جمل إنجليزي مش عربي، استخدم قاموس أو مترجم عادي. أنا بدربك في الاختبار ده على البحث والكتابة، بس لازم تحل التكليفات. وفي النهاية أتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة بالنسبة لكم، والسلام عليكم.